بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض إن شاء الله. طيب إيه اللي إحنا المفروض هنعمله دلوقتي؟ أنا مش عاوز أي حاجة من الحاجات دي تظهر إلا الواحد authenticated وبس، غير كده ما تظهرش. سواء بوستس، يوزرز، تاجز، السيرش نظبطه، الهوم نظبطها، كل ده يتظبط على مين؟ على الصفحة الرئيسية، مفيش مشكلة خالص، مش تفعل وكل حاجة تبقى تمام. طيب ممتاز. تعالى كده هنعمل الكلام ده فين؟ كل اللي إحنا هنعمله في صفحة الآب بتاعتنا إحنا، مش بتاعت لارافيل. لي أوت آب. لارافيل منزل لي فولدر اسمه لي أوتس آب، تمام كده؟ حلو. فانت هتعمل ايه يا فندم؟ كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا على اللينكات دي، هحط حاجه بسيطه بليد دايركتيف اسمه @auth دي زي الجست كده، مخالفه للجست. هل هو اوثنتيكيتد ولا لا؟ لو هو اوثنتيكيتد تمام، مش اوثنتيكيتد خلاص. فلو انا عملت كده الراجل ده تمام، هيشتغل زي الفل اهو، مش مشكله. ليه؟ لان انا اوثنتيكيتد. بينما لو عملت لوج اوت بالشكل ده، هلاقي هنا بيقول لي السيرش والهوم بس. فهاجي هنا اقول له حماده، مش عارف، مفيش حاجه اسمها حماده هنا، بس قشطه. السيرش هتشتغل ايه؟ اول بوستس، تمام. عاوزين بقى في السيرش لو مفيش حاجه نظهر له، نقول له ايه؟ مفيش حاجه، بس مش دلوقتي بقى، نعملها بعدين. نقول له اتش بس، حرف الاتش، ونشوف ايه اللي هيتم. تمام، جاب لي كل البوست اللي فيها حرف الاتش، بس في مشكله عندنا. فين الصوره مش موجوده، والله ده ما ينفع، حرام علينا الكلام ده. طيب الكلام ده هنروح نعدله بس سريعا كده، لانه لازم يتعمل، ما ينفعش ما يتعملش. هاجي هنا عندي على، احنا كنا في البوستس، ادي عندي السيرش هي نفس الصفحه، نفس الكونتنت اللي موجود في صفحه الهوم، هو بالظبط، مفيش فيه جديد، مفيش لينكس، بس هي القصه كلها ان مفيش لينكس. فاعمل كده واروح على السيرش واروح حاطط الفور ايتش كلها زي ما هي كده بالشكل ده. هنعمل ريلود ونشوف ايه اللي هيحصل. زي الفل يا باشا، 100 فل 14 وكل حاجه زي الفل، 10 على 10. جاب لي طبعا كل البوستات اللي فيها حرف الاتش، يعني زي الفل، مفيش مشكله خالص، تمام وشغال 10 على 10. لو حبينا نعمل لوجن، هنعمل لوجن وهقول له هنا محفوظ بس @ايراسوفت، @ايراسوفت كوم، ومن 1 لحد ايه؟ لحد 8 زي ما احنا متفقين. يتبقى نقطه ثانيه، ايه صح، محفوظ برضو انت ايه في ايه؟ 3 4 5 6 7 8 زي الفل اهو، تمام. عمل لوجن، حلو. طب انا هعمل لوجن تاني، معلش يعني هي مش فرهده، بس انا هعمل لوجن تاني. ركز كده، لو انا عملت كده قلت له بوستس، ايه اللي هيحصل؟ هيروح على بوستس. ده انا مستخدم لارافيل، ده الامان كله، ده مفيش احسن من كده. هقول لك لا، هو ده ملوش دعوه بلارافيل، ده له دعوه بالراجل الكباره، الراجل اللي بيكتب الكود لازم يبقى فاهم هو بيكتب ايه، ما يكتبش كود وخلاص. اد نيو بوست، هعرف ادخل دلوقتي اد نيو بوست كمان، والراجل هيبقى زي الفل ويعمل كل اللي هو عاوز يعمله. طب وبعدين؟ والعمل انت لازم تامن الراوتس نفسها. ما ينفعش الراوتس دي تشتغل الا وهي اوثنتيكيتد، لازم الراجل يكون اوثنتيكيتد عشان يروح على الراوتس دي. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اقول لك يا باشا، الموضوع ابسط ما يكون. لارافيل مسهل لك كل حاجه حرفيا، بس النصاحه دلوقتي وانك تبقى رزين يعني كده وفاهم، انك تفهم لارافيل بيعمل ايه وهتتعامل معاه ازاي. هتيجي في الراوت، هتيجي في الويب دوت بي اتش بي، وهنستخدم الميدل وير الخاصه بالاوث. الميدل وير الخاص بالاوث؟ تعالى بس اقول لك هنا وركز معايا. السيرش مش تبعنا، السيرش هتطلع هنا، تمام. ركز بقى معايا في اللي جاي. هاجي هنا اقول له راوت، بعد كده اقول له ميدل وير. اسم الميدل وير بتاعتك ايه؟ اوث. طب جايبها منين؟ مش جايبها من عندي، بتاعت اللارافيل. بعد ما انت فعلت الاوثنتيكيشن تعرف تستخدمها بقى بشكل بسيط. وبعد كده بعد ما انت تعمله هتقول له جروب. ايه الجروب؟ انا عاوز احط الميدل وير دي على الجروب من الراوتس. اقول له فانكشن، دي هتاخد حاجه اسمها كول باك فانكشن. الفانكشن اللي انا بعملها دي اسمها كول باك فانكشن او كلوجر فانكشن، تمام كده؟ حلو اهو بالشكل ده. ونقول له سيمي كولون، وناخد كل الراوتس بتاعتنا اللي احنا عاوزينها دي هنا كده ونفعل. طب ايه راوت هوم ده لارافيل اللي عامله، مش عاوزين، ما يلزمناش في حاجه. عاوز تلغيه خالص الغيه خالص، لان احنا مش عاوزين منه اي حاجه. تعالى كده بقى نرجع تاني، اعمل بس ريلود كده، بص ايه اللي هيحصل. تقول لي روح للوجن يا فندم، ما ينفعش تدخل المكان ده الا لو انت اوثنتيكيتد. مش اوثنتيكيتد انا مش هدخلك. فهاجي هنا اقول له محفوظ @eirasoft.com، واقول له من 1 لحد كام؟ لحد 8، الباسورد القوي جدا ده. واقول له تمام اتفضل. راح قال لي تمام يا فندم، تقدر تروح دلوقتي على الكرييت، وتقدر تروح على التاجز، وتقدر تروح على اليوزرز، وتروح على البوستس، زي ما انت عاوز براحتك، ما دام انت راجل اوثنتيكيتد كده. الدنيا معاك تمام زي الفل. اتمنى تكون استفدت بالفيديو الجميل ده. اشوفك ان شاء الله في الفيديو القادم. احنا يعتبر كده قفلنا اللي احنا محتاجينه في الاوثنتيكيشن. نزلنا الباكج، ظبطناها، عملنا كاستمايزيشن عليها، عملنا اللوجن، فعلنا لوجن، فعلنا ريجستر، فعلنا الريدايركت اللي بيحصل عندنا في الاوثنتيكيشن، وكده تمام جدا جدا. ومش محتاجين دلوقتي اكتر من كده. هل احنا ممكن نعمل حاجات تانية؟ نعمل حاجات تانية ان شاء الله، بس لما الدنيا تكبر معانا اكتر من كده، ونعمل حاجات اهم دلوقتي برضه محتاجين نعملها، زي الكيتس والبولسز والبرميشنز والكلام ده. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.